مؤسسة موحدة. في النظام السابق كان مؤسس شيء باسم غرفة التجارة، وهذا انتهى، هذه الأمور انتهت مع النظام السابق. وحتى لو هي رسمية هناك عدد كثير من رجال الأعمال لا يقبلون به، هناك عدد يقول لك لا أنا أفضل، أنا ما كنت، وهكذا. إذا انتخاب اجتماع، أنا أقترح عدد من رجال الأعمال الحقيقيين، المعذر يعني أتكلم وأقول الحقيقيين، قصدي رجال الأعمال اللي يتمكنون أن يدخلوا في مسائل إعمار العراق، في الشركات، في الأمور، ويكون بالانتخاب أو بالاتفاق. يختلف عن الجالية العراقية، هذا شيء فني أكثر ما هو الأكثرية والأصل. يتم عقد اجتماع بين عدد من رجال الأعمال العراقيين، ويتم انتخاب لجنة لغرفة تجارة أو اتحاد تجاري أو اتحاد اقتصادي، ليس المهم الاسم، المهم تسلم الأسماء لنا، وإحنا من دورنا نقدمها إلى وزارة التجارة في بغداد، وكذلك للحكومة وإلى لجنة الأعمار وإلى الحكومة الرومانية، لكي نقطع دابر الاختراقات اللي بتصير الآن. مثلا على سبيل المثال، نحن أكثر من مرة ننتقد بعض المسؤولين في الحكومة الرومانية على عقود تأتي من خلف ظهر العراقيين أو من وسط شركات سورية. مع الأسف الشديد هناك أكثر من عقد تم إجراءه، وأنا عندي معلومات كاملة عنها، واحدة منها عقد عقود عسكرية. لا أنا ولا الملحق العسكري ولا كثير من العراقيين لا لهم علم بهذا العقد، وأنا بالصدفة أثناء زيارتي الأخيرة حصلت على معلومات كافية. وعندما واجهت الأخوة يعني المسؤولين الرومان تحججوا بأنه ليس هناك أي جهة عراقية تقوم بالاتفاق معنا، أو ليس هناك أي مؤسسة عراقية رسمية، لذلك نحن كنا مضطرين لعقد هاي الصفقة مع شركة سورية. وطبعا هذا غير صحيح، بس لكي نقطع دابر هذه الأمور يجب أن نقوم بتأسيس مؤسسة، يجب أن نخلق مؤسسة. هاي المؤسسة تكون برضا الجميع بالتوافق وليس بالانتخاب. هذا بالتوافق، هذا شيء يختلف عن الجالية العراقية أو قيادة الجالية العراقية، تلك يجب أن تكون بالانتخابات، أما هذه في مسألة فنية صرفة. هذا يصير بالتوافق بين رجال الأعمال، وأنا مستعد لمساعدتكم إذا في إذا ما تعتبروا تدخل، أنا أحاول أتصل بالإخوان اللي أعرفهم، يعني نحاول نحل المشاكل إذا في هناك مشاكل سياسية اجتماعية اقتصادية أي شيء، من أجل الإسراع بتشكيل هذه المؤسسة. هذه المؤسسة مهمة جدا، وخاصة بعد أيام سوف نحضر مؤتمر بروكسل. مؤتمر بروكسل هذا لا يعني بأنه مؤتمر مدريد كان مؤتمر ناقص، بس هذا امتداد إليه، والجانب العراقي طلب بإلحاح لعقد مؤتمر عالمي، وأول ما طرح في شرم الشيخ وكذلك في بغداد وفي نيويورك. يجب عقد مؤتمر آخر، إشراك جميع الدول المعنية والجانب العراقي من أجل دفع عملية إعمار العراق بالسرعة الممكنة. وسوف المؤتمر سوف يعقد يوم 22 في بروكسل بحضور أكثر من 80 منظمة عالمية، وزائدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر واليابان ودول أخرى مع دول الجوار، زائدا شركات عالمية ومندوبين منظمة التجارة العالمية، منظمة البنك الدولي، المتحدة والفاو، كل منظمات العالم. وأنا أعتقد هذا المؤتمر هو سوف يكون مؤتمر مهم جدا للعراق، لأن كما تعرفون حسب التخفيضات اللي صار على الديون العراقية 80% للدول الأعضاء في نادي باريس. طبعا هذا غير كافي، لأنه كثير من هذه الدول موفت بالعهد، موفت بالالتزامات، لا زالت متعنتة. على سبيل المثال
الولايات المتحدة في مؤتمر مدريد قرروا منح العراق حوالي 18 مليار دولار، لم يصل إلا 6 مليارات دولار إلى العراق. ومع الأسف الشديد أكثر من نصف هذا المبلغ صرف لأمور أمنية ونحن في غنى عنه. كان لازم نعمر بمدننا، نعمر بجنوب المدمر. أنا ما سابقا أتذكر حكيت لكم أنا زرت الديوانية وميسان، شيء مؤسف. دولة نفطية مثل العراق، ميسان مدينة بحوالي 3% من احتياطي العالم كله. 3% تحسبوا من احتياطي العالم في منطقة في مثلث ميسان الأهوار، هاي المناطق إلى جنوب الكوت، ومنطقة ما تلقى بيه اوتيل نام بيه أو مستشفى شو بالعراقي مستشفى مال الأوادم. ليش الظلم على المناطق الفقيرة؟ ففي رأينا الوضع الأمني كل ما تحسن أكيد ممكن استغلال هذه الأموال من أجل إعمار البلد. ومع الأسف الشديد مديونية العراق حوالي 285 مليار دولار. يعني احنا العراق الآن حسب طبعا هم بعض الدول يقولون أكثر. مثلا قبل كم يوم جونا للصدق جايبين لائحة، مثلنا كان يعني عنده علم بالموضوع، يطلبون العراق حوالي شيء مضحك 2 دولار، والصرف كلهم 5 ملايين يجون. ف يعني هول الكارثة، لأن نحن العراق في وضع مأساوي، ولازم احنا نبقى إلى 30-40 سنة نصرف من النفط حتى نوفي ديون العالم. لذلك هناك مساعي كبيرة من العراق والدول الصديقة بأن نلغي معظم هذه الديون لكي يتمكن العراق أن يعيد بناء نفسه ويعيد أعماره. نحن بحاجة إلى مسألة أخرى، تشكيل رابطة باسم رابطة الصداقة الرومانية العراقية. هذا بطابع سياسي وليس هو تجاري ولا هي مشاكل اجتماعية للجالية. هذا شيء ثالث، هذا أعتقد بسيط. يعني مجموعة من العراقيين نختار، وهم يختاروا مجموعة من الرومان، خاصة الرومان اللي يتحدثون باللغة العربية. ممكن يعني نسوي رابطة، هاي الرابطة تكون معترفة بها من الدولة العراقية والرومانية، لأن مع الأسف الشديد هناك رابطة ما يسمى بالرابطة الصداقة. مع الأسف كثير من هؤلاء شاركوا في اختطاف الرهائن، بدل ما يعززون العلاقة مع رومانيا شاركوا في اختطاف الرهائن في بغداد. وطبعا راح تنكشف الأمور كلها، والأسماء عند الحكومة العراقية مخفية. مع الأسف قسم منهم أكثرهم من خريجين رومانيا شاركوا بهالعملية السيئة اللي أساءت للعراق. يعني هذا الرموز النظام السابق. يعني مع الأسف الشديد طبعا هذا لا هي صداقة عراقية ولا صداقة رومانية. نحن نسعى من أجل تأسيس، حتى لما تكون سياسية، أنا شخصيا أفضل ما تكون حزبية أو سياسية، تكون شخصيات أكاديمية من العراقيين والرومان لتقوية أو تطوير أو دعم العلاقات السياسية الرومانية العراقية. طبعا احنا كتبنا إلى بغداد إلى وضع